وكده كده يعني هندلف انتو الموضوع اكتر. ويعني طبعا الديريفاتيف ليه فورمز كتيرة. ممكن كاكزامبل برضو نعمل اكزامبل تاني كده سريع عشان نخلي الايديا مور كونكريت على فانكشن بقى احنا اكشلي ممكن نحسب لها ديريفاتيف يعني. فليتس سي ان انا عندي جراف هو عبارة عن t باور 3 ده. فانا عندي 0 ب0، عند 1 ب1، عند 2 ب8، عند 3 ب27 وهكذا. فاللاين هيطلع شكله عامل كده يعني بشكل بعض. انا هحاول اوضح، انا طبعا مشيتش على البوينت بالظبط عشان عايز بس اوضح، فيبقى عندنا مساحة شوية نتكلم يعني. طيب لو انا عايز احسب numerically الديريفاتيف بتاع الجزء ده هنعمله ازاي؟ طيب طيب جميل. خلينا طب نتكلم ان دلوقتي احنا عندنا دي t باور 3، وهنبدأ ببوينت زي ما قلنا آخر مرة. خلينا عندنا مثلا t ب2 اهي، واحنا هنزود زي ما قلنا هنزود d2 plus dt، ودي النقطة التانية. وهنحسب برضه rise over run زي ما احنا في الديريفاتيف عادي جدا يعني. فيبقى عندنا s of 2 plus dt minus s of 2 على dt. بس في الحالة دي لو اكشلي احنا الاس بتاعتنا هي اكشلي فانكشن معروفة، فاحنا اكشلي ممكن نعوض فيها. فيبقى عندك 2 plus dt power 3 plus 2 power 3 سوري ماينس، سوري دي ماينس يعني minus 2 power 3 على dt. لو احنا قصدنا نسبريت او يعني قصدي نفك البراكت ده. طيب لو عايزين نفك البراكت ده، هو اكشلي هيبقى فكة طويلة شوية، بس يعني خلينا نجو ثرو الستبس يعني. 2 plus دي باور 3 هو عبارة عن 2 plus dt براكت ده مضروب في بعضه 3 مرات. فلو هنعملها بسرعة هيبقى عندك هنا 4، 2 times 2 ب4 plus 2 dt plus 2 dt plus dt squared، والبراكت ده مضروب في 2 plus dt، فيطلع لك هنا 2 times 4 ب8، 2 times 2 dt ب 4 dt. طبعا دي اصلا 4، فيبقى عندك 8 dt عشان الاتنين دول مع بعض 4 dt times 2 ب 8 dt plus 2 dt squared plus dt في الترمز دي كلها، فيبقى 4 dt plus 4 dt squared plus dt cubed. ده اللي هيطلع. جميل. لو جمعنا الترمز هيبقى عندك 8 plus ادي دي تي وادي دي تي 12، so 12 dt plus 6 dt squared plus dt cubed. جميل. فده الشكل اللي هيطلع لنا في الاخر يعني. الشكل ده ممكن نقسمه على دي تي. طيب الشكل ده طبعا فيه ماينس 8 بره اللي هو الشكل ده هنا يعني، فدي هتروح مع دي، والشكل ده كله divided dt، فيطلع لك هنا 12 plus 6 dt plus dt squared. بس في نقطة بقى هنا، زي ما احنا قلنا ان دي تي اصلا المفروض بي approach زيرو، ده المفروض يعني. لو دي تي بي approach زيرو فده كأنه مضروب في رقم almost زيرو، ده رقم almost زيرو، فدول هيتكنسلوا فيطلع لك 12. جميل. 12 دي اكشلي ممكن نكتبها في شكل ايه؟ 12 دي ممكن نكتبها في شكل 3 في 2 سكويرد، صح؟ عشان 4 في 3 ب12، المفروض مفيش مشكلة. ليه بنكتبها كده؟ عشان الاتنين دي هي الانتر دي التي بتاعتنا دي اللي احنا دخلنا بيها يعني. فكده احنا بنقول ان الديريفاتيف بتاع تي كيوبد هو عبارة عن 3 في تي سكويرد. ده اللي احنا وصلنا له هنا. لو انت دخلت اي رقم تاني، دخلت 3 4 وحسبت نفس الحسبة دي كلها،
هيطلع لك برضو 3 times الرقم اللي انت دخلت بيه squared. فده just quick proof يعني. وهنا برضو نقطة interesting ان هو يعني البوينت بتاع ان احنا الدي تي بي ابروش زيرو هي actually مفيدة و actually بتسهل علينا الشغل، هي مش بتصعبه. which is not اللي على طول محتاج تفكر فيها يعني. لما يكون عندك كيس اللي هو تشوف حاجه زي كده اللي هو حاجه هتبقى فيها ترمز كتير قوي، افتكر على طول ان الدي تي ده اصلا في الاخر هيابروش زيرو، فكل الترمز اللي معاه اولموست هتطير. ف دي حاجه اكشلي بتساعدك. فما تنساش النقطه دي يعني، وما ما تخافش من المساله، عشان ناس كتير هتشوف الكيوبيك اكسبانشن ده وما تعملوش، او تقول ان هو كده المساله خلاص راحت عشان ده كبير قوي. مثلا من واحد لما تفك البتاع وتشوف الدي تيز موجوده فين وتطيرها يعني مع بعض وتعمل دي تي ابروش زيرو، هتلاقي ان الموضوع هتلاقي ان الموضوع ابسط بكتير ما انت متخيل يعني. فبس ده كان جاست كويك بروف وكويك اكسبلوريشن في الموضوع بتاع الديريفاتيف. وهنحاول بعد كده بقى نفيجواليز شويه او نتكلم عن شويه رولز مهمه في الديريفاتيف زي البرودكت رول والشين رول، ودي هتبقى المين بوينتس اللي هنستخدمها في الاي اي اكشلي.